تبلت الفراخ عشان نعملها مشوية، وطبعا انا نازلة في كذا فيديو قبل كده مورياكم تتبيله الفراخ عباره عن ايه. طبعا تبلتها وعلى اساس ان انا احطها في الفرن على طول. فابني بقى انتوا عارفين طلق العيال طبعا. ابني الصغير عايزها يعني بالفيجيتار ومقليه، فطبعا مش هنكسر بخاطره. هناخد كده هنراضي ناس وناس لا. هناخد حتة كده من الصدر، يعني مش هيجرى حاجة كده، المناب اللي هو عايزه. هناخد حتة من الصدر وهنعملها له يعني مقلية زي الستريبس الفيجيتار كده. ما عندناش فيجيتار، طب نعمل ايه؟ لازم تتصرفي. هتقولي لا لا طبعا. فهناخد حتة من الصدر هنا، الحتة اللي بتبقى هنقسم الصدر بالطول. هنشوي نص، عبارة عن نصها أو تلات أرباعها، وهناخد الحتتين دول بس اللي هنعملهم بالفيجيتار. طبعا تتبيلة الفراخ بصل ومحطين له رشة سحرية هتلاقيها على الصفحة، بتخلي مفيش أي ريحة زفارة للفراخ خالص، وبتديلها طعم في نفس الوقت. هحاول اظبط الجلد كده عشان الجلد ده بيحمي الصدر ان لحمته تنشف جوه الفرن. وهحط الصينيه جوه الفرن، وانا متبلاها طبعا من بالليل. تمام، هي كده اتبلت وكل حاجتها تمام. هاخد بس الورك ده كمان ايه يعني هقطعه، بس هسيبه يستوي نص سوا كده في الفرن، وهاخده احمره برضو في الزيت. بس هقولك بدل ما تعملي فيجيتار وبيض ولبن، هنحطه من غير ولا اي حاجة. عارفة انت كده تيك اواي كده. هو مش عايز ستريبس. تمام. طبعا احنا عارفين ان لحمة الصدر ما بتاخدش صدر، يعني الصدر كده مش بياخد سوا خالص، غير الورك. الحتت اللي هي البانيه ديت مش بتاخد سوا. تمام. تمام. هنا كنت بحطه في الفرن فالفيديو وقف. تمام. هبدأ بقى اقطعها ستريبس. هقطعها ايه بالطول كده كأنك هتعمليها ستريبس. طلعوا حتتين. احنا عارفين طبعا العلب ديت وريت لكم ان احنا بنستفاد بيها، بنعملها بلانشا تيك اواي. دي علب الجبنه يا جماعه، وكنت نزلت لكم فيديو ازاي تقتصري. طبعا علب الجبنه دي انا بفتحها وبروح مقطعه عليها لحمه فراخ، وبعد كده طبعا بديها شطفه تحت الحنفية كده، وبقطع عليها وبرميها. بعملها بلانشة للتقطيع سريع. طبعا عندي الحمد لله رب العالمين عندي البلانشات، بس ديت بتبقى ايه يعني بدل ما تغسلي لسه ولا كده لا، بروح مقطعة عليها ورميها. هنا عندي الزيت. انا هحطها، بس هحط عليها ايه معلقة من النشا. عارفين كده البطاطس لما بتقرمش بتحط لها ايه؟ بتحط لها معلقة من النشا. احنا متبلينها كويس، وكان كل الاتجاه يا جماعة ان احنا هنشوي الفرخة في الفرن. ف... فدي ظرف طارئ هنسكت لا هنتصرف. تمام. هنحط عليه معلقة من النشا. هو متبل وفيه كل حاجة، وهيتحمر وهنسيبه على نار هادية ياخد وقت. ما تستعجليش وتقلبيه، لا سيبيه خالص ياخد وقت. حطيه على نار هادية هتستوي، وهيبقى كريسبي، وهيبقى ستريبس زي ما ايه ولادنا بيحبوا. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر ما تنسينيش لايك، متابعة، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. بقدم محتوى سهل وبسيط، اتمنى تشجعوه. تمام. اهي هي بقى تحسي بس ان هي ايه الناحية التانية خلاص اتحمرت في الجديد. تمام. هتقرمش وهتبقى خطيرة. وطبعا لسه ليه هتعملي بيض لا بيض ولا لبن ولا فيجيتار ولا اي حاجة. احنا بنعمل مناب سريع، يعني عشان تراضي كل الاذواق. اهو طلعت ستريبس وما فيهاش يعني لا دقيق ولا فيجيتار ولا حاجات كتير، يعني هي حتة اللحمة
كريسبي من بره وطريه وجوسي ومستويه من جوه وتحفه اهي، خطيره. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. وهنا بقى ربع الفرخه انا طلعتها نص سوا من الفرن وحطيتها برضو، وحطيت عليها نص معلقه نشا، وكانت معايا بالشكل الخطير ده اهو. مناب تحفه، وزي ما ابني عايز. يعني انا بقول لك لافكار بسيطه بحيث انك انتي ما تورطيش نفسك والدنيا تتدربك. لا احنا عارفين ولادنا، يعني بتبقي عامله حاجه، لا انا عايزه اكل كذا، وكل واحد برايه. فانا بديكي افكار، اتمنى يكون نالت اعجاب حضراتكم. بقدم محتوى سهل وبسيط، اتمنى تشجعوني. خدي الصفحه شوفي لو عجبتك. على فكره مقرمشه وطعمها خطير، يعني متبله كويس جدا وطعمها خطير. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. سلام.